يا أهلا بيكم. كل سنة في التوقيت ده تقريبا بيتفتح نقاش حوالين سؤال مهم: ليه كمسلمين ما بنحتفلش بالكريسماس؟ عشان نفهم الموضوع ده كويس قوي ومن غير تعقيد، هنستعرض وجهة النظر الإسلامية خطوة بخطوة ونرجع فيها للأصل. دي المحطات اللي هنعدي عليها عشان الصورة تبقى كاملة. وقبل ما نوصل للحكم النهائي لازم نبدأ من الأساس خالص، وهو إيه طبيعة العلاقة بين المسلم وغير المسلم في العموم. وقبل ما ندخل في إيه الممنوع، مهم قوي نوضح دايرة واسعة جدا من التعاملات الإيجابية اللي الإسلام مش بس بيسمح بيها، ده كمان بيشجع عليها. الإسلام بيحط معيار عالي قوي في السلوك الاجتماعي، وبيشجع على البر والعدل في كل التعاملات اليومية. بنتكلم في التجارة والشراكة والتهنئة بالمناسبات الاجتماعية زي جواز أو مولود جديد، وتبادل الهدايا وزيارة المريض ومساعدة المحتاج، وحتى إقامة العدل ليهم لو في قضية ضد مسلم. والأصل في كل ده هو آية واضحة وصريحة في سورة الممتحنة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية دي هي الأساس القرآني اللي بتتبني عليه علاقات اجتماعية طيبة وعادلة مع غير المسلمين اللي بيننا وبينهم سلام. طيب، بما إن مساحة التعامل المسموح بيها واسعة قوي بالشكل ده، يبقى فين بقى الخط الفاصل؟ إيه النقطة اللي الإسلام بيجي عندها وبيقول لأ، هنا لازم نقف؟ وهنا بقى بيجي السؤال اللي بيلخبط ناس كتير، وهو سؤال منطقي جدا على فكرة. طالما كل التعاملات الطيبة دي مسموحة، إيه المشكلة تحديدا في التهنئة بعيد ديني؟ والإجابة ببساطة هي إن في فرق كبير قوي بين حاجتين. الأولى هي المعاملات الدنيوية الطيبة بشكل عام، ودي حاجة مطلوبة ومحبوبة في الإسلام. والتانية هي المشاركة في شعائر دينية خاصة بعقيدة تانية أو حتى إقرارها، وهنا بقى نقطة الخلاف كلها. طيب، ليه الإسلام بيرسم الخط ده؟ الإجابة على السؤال ده بتدخلنا في قلب العقيدة الإسلامية نفسها. شوفوا، الأعياد الدينية دي مش مجرد احتفالات عادية، دي تعتبر أقوى وأوضح تعبير عن المعتقدات الأساسية لأي دين. فلما تهني حد بعيده الديني، الموضوع بيبان كأنك بتقر أو بتوافق على العقيدة اللي العيد ده قايم عليها أساساً. والعقيدة دي جوهرها كله قايم على مفهوم واحد، هو التوحيد، يعني الإيمان بوحدانية ربنا المطلقة، إن واحد ملوش شريك وملوش ابن. ده أساس الإسلام كله. والموضوع ده خطير لدرجة إن القرآن بيستخدم تعبير قوي جدا عشان يوصف فكرة إن ربنا له ولد. تخيلوا إن السماوات والأرض والجبال نفسها تكاد تنهار من هول الكلمة دي. ده بيورينا قد إيه الفكرة دي عكس رؤية الإسلام تماما. وسورة الإخلاص اللي كل المسلمين تقريبا بيقولوها كل يوم في صلواتهم بتقفل الموضوع ده تماما. الآيات دي هي الإعلان النهائي والحاسم عن طبيعة الله في الإسلام، اللي ما فيهاش أي مساحة لمفهوم الابن الإلهي. والكلام ده على فكرة مش رأي جديد أو رأي شخصي لحد، لأ، ده موقف ثابت ومتأصل من قرون طويلة في التراث الإسلامي. وعشان نفهم التقل بتاع الدليل ده، لازم نفهم مصطلح مهم قوي اسمه الإجماع. الإجماع ده ببساطة هو لما كل العلماء الكبار المتخصصين يتفقوا على حكم معين، وقتها الحكم ده بيبقى ملزم وقاطع. وهنا بيلاقي عالم كبير زي الإمام ابن القيم بيقولها صريحة، وبيوضح إن تهنئة غير المسلم بشعائر دينه الخاصة بيه دي حاجة حرام بالاتفاق. كلمة بالاتفاق دي معناها إن مفيش فيها خلاف بين العلماء المعتبرين. ولأنه عايز يوضح قد إيه الموضوع ده خطير في ميزان الشرع، بيعمل مقارنة صادمة شوية. بيشبه اللي بيهني بالكريسماس باللي بيهني واحد سجد للصليب، وبيكمل ويقول إن ده عند ربنا أشد من إنك تهني واحد على القتل أو الزنا أو شرب الخمر. مقارنة قوية جدا عشان توضح حجم الموضوع من المنظور العقائدي. ولو رجعنا بالزمن لورا هنلاقي إن الموقف ده ثابت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عاش في المدينة 10 سنين مع قبائل يهودية، ومفيش مرة واحدة اتقال إنه هناهم بعيد من أعيادهم. الصحابة من بعده نفس الكلام، والتابعين فسروا آية والذين لا يشهدون الزور على إنها لا يحضرون أعياد المشركين، ولحد ما وصلنا للعلماء الكبار اللي حطوا الإجماع الواضح ده. ففي تسلسل تاريخي واضح جدا. طيب جميل، في عالمنا النهاردة اللي كله ثقافات وأديان مختلفة، إزاي نطبق المبدأ ده من غير ما يسبب مشاكل؟ إزاي نحافظ على عقيدتنا وفي نفس الوقت نتعايش باحترام مع الكل؟ الفكرة هنا إن الامتناع عن التهنئة مش معناه عداوة أو كره، لا خالص، هو فعل بيعبر عن الصدق مع النفس ومع الدين. أنا بعترف إن معتقداتنا مختلفة وبحترم ده. والقرآن بيحط القاعدة الذهبية للتعامل ده في آية قصيرة وواضحة جدا في سورة الكافرون: كل واحد له دينه ومعتقده، وبنحترم الاختلاف ده وبنتعايش معاه بسلام.
في النهاية خلينا نجمع كل الخيوط دي في ملخص سريع للنقاط الأساسية. أولاً، الإسلام بيأمر باللطف والعدل في كل أمور الدنيا مع غير المسلمين. ثانياً، في خط فاصل واضح بين التعاملات دي وبين إقرار الشعائر الدينية. ثالثاً، سبب المنع ده هو الحفاظ على جوهر عقيدة التوحيد. رابعاً، الرأي ده مش جديد، ده عليه إجماع من العلماء ومتدعم بالتاريخ. وأخيراً، المبدأ كله هو الاختلاف باحترام مش عداء اجتماعي. وده بيسيبنا كلنا مع سؤال مهم نفكر فيه. في عالم مليان بالاختلافات دي، إزاي نقدر نبني احترام حقيقي بين الناس وفي نفس الوقت كل واحد يفضل صادق مع نفسه ومبادئه الأساسية؟ ميعادنا بكرة الساعة 6 في حلقة جديدة من 6. ما تتأخروش.